بتزعقي، بتقوليله انت عنيد، انت كذاب، انت غبي. طيب عمرك سألتي نفسك هو ابني فعلا كده، ولا دي مجرد تصرفات لحظية انا حولتها لصفة دايمة؟ المشكلة اننا ساعات بنخلط ما بين اللي بيعمله الطفل وبين مين هو كشخص، وده مش بس بيأثر على علاقتنا بيه، ده كمان بيأثر على صورته قدام نفسه وثقته بنفسه. النهاردة هنتكلم عن ازاي نميز ما بين السلوك والشخصية. الطفل بيتصرف تصرف زي ان هو يكذب، يضرب، يصرخ، يكسر الحاجة، دي كلها اسمها سلوك. يعني ببساطة خالص ده مجرد فعل لحظي بيتغير وبيتعدل وبيتعلم. لكن لما تقوليله انت كذاب، انت عنيد، انت غبي، ساعتها بتحولي السلوك ده لصفة دايمة، وكمان بتغرسيها في دماغه على ان دي هويته، وده خطر كبير جدا. ليه؟ لان الطفل بيبدأ يصدق الكلام ده وبيتصرف بناء عليه. ومش بس كده، لا، ده بيبدأ يكرره دايما. زي بالظبط لما تقوليله انت فاشل، بيفقد الحماس ويبدأ يفشل بجد لان صدق ده عن نفسه. لكن في التربية الإيجابية بنقولك هاجمي السلوك بس ما تهاجميش الشخصية. يعني مثلا بدل ما تقولي انت كذاب، قولي الكذب ده سلوك مش مقبول، وانا بحبك بس مش بقبل الكذب منك. بدل ما تقوليله انت غبي، قوليله اللي حصل ده محتاج تركيز اكتر، وانا عارفة انك تقدر. الفرق بسيط قوي في الكلام بس كبير جدا في التأثير. لما بتفصلي بين اللي الطفل عمله وبين هو مين كشخص، هتوصلي له رسالة: أنا شايفاك، أنا شايفة غلطك بس لسه بحبك. وده أهم دعم ممكن يوصل. مهمتك إيه بقى النهاردة كأم؟ بعد الفيديو ده كل مرة ابنك يغلط جربي توصفي السلوك، ما توصفيهوش هو، من غير ما تحكمي على شخصيته. وخلي عندك دايما الجملة دي في بالك: ابني أحسن من غلطته، وابني مش هو غلطته.